ذا نورث مان. بيبدأ الفيلم بالطفل واسمه إيميليس، واقف في القلعة اللي بيسكن فيها منتظر أبوه المحارب إنه يرجع من الحرب، وده بيكون سنة 895 ميلادية. ومن كتر فرحته بيدخل يتكلم مع والدته وبيقول لها إن أبوه رجع، لكن مش بتكون مبسوطة تقريبا بالخبر، وبتزعق فيه وبتتكلم معاه بطريقة سيئة جدا وبتكون متضايقة ومتوترة. وقتها بيوصل أبوه المحارب الملقب بالغراب، لأنه قوي جدا في الحرب ودايما بيكسب أي معركة بيدخلها مع الممالك التانية، وبيكون الشعب منتظره عشان يحيوه على رجوعه للمملكة لأنه هو محارب منتصر. وبمناسبة الانتصار اللي حققه الملك، بيدي ألفاندر لابنه سلسلة هدية عشان فرحته بيه وبرجوعه من الحرب، وبيقرر انه يخلي مراته جادرين وابنه إيميليس جنبه على العرش كنوع من التكريم ليهم. في نفس الوقت بيجي فيولينر اخو الملك ألفاندر عشان يرحب بيه وبوصوله بالسلامة، وبتدي جادرين مرات أوليفاندر كاس لأخوه الملك فيولينر. بعدها لما بيكون الملك ومراته لوحدهم بيتكلم مع مراته جادرين انه بيفكر يخلي إيميليس يحكم معاه ويبقى مسؤول عن العرش في نفس الوقت، بس مراته بتكون مجنونة وبتقوله انه ما ينفعش إيميليس يحكم ويكون مساعد ليه على العرش الا لما يموتوا اخوه فيولينر. والكلام ده بيعصب ألفاندر جدا منها، وبيقولها ان ده اخوه وما ينفعش يأذيه او يقرب منه بغلط. لكن بيفكر الملك ألفاندر تفكير مختلف، وبياخد ابنه إيميليس وبيروح لمجموعة من السحرة اللي بيشتغلوا عنده، وده عشان يسحروا إيميليس وياخد نفس القوة اللي موجودة عند أبوه، وبكده يقدر يحكم المملكة ويكون مسؤول عن العرش. وبيشوف إيميليس نفسه قاعد على كرسي العرش بعد فترة كبيرة من الزمن، وبعد ما بيخرجوا من عند الساحر بيطلع ألفاندر وابنه إيميليس يمشوا في الغابة هما الاتنين بس من غير أي حراسة. وبتكون الفكرة دي غلط لأن بيترمي عليهم أسهم كتير عشان في حد مراقبهم وعاوز يموتهم، وبيقدر انه يصيب أوليفاندر إصابة خطيرة، وده بيرعب إيميليس جدا فبيجري يستخبى في حتة وسط الغابة. لما بيلاقي ناس كتير وسط الغابة بتحاول انها تقتله، وبيطلع الموضوع كله غدر وخيانة من فيولينر اللي بيقرر يسبق ويمسك الحكم بدل ألفاندر وابنه إيميليس. وبيكون الحراس اللي بيحاصروهم تبع فيولينر، واللي بيقرب من اخوه بيقول له انت كنت عاوز تكمل في الحكم لكن ده مش هيحصل. فالفاندر بيقول له ان دي حركة غدر وخيانة، وإيميليس ابنه لما يكبر هينتقم من فيولينر ويكمل في العرش زي ابوه. بس الكلام ده بيضايق فيولينر جدا، واللي بيضرب اخوه ألفاندر بالسيف وبيقتله. وكل ده بيكون باين قدام عينين إيميليس ابن أوليفاندر اللي بيترعب اكتر من اللي حصل لابوه على ايد عمه. ومش بيكتفي بكده، لكن بيؤمر الحراس بتوعه انهم يقلبوا الغابة ويدوروا على إيميليس عشان يموتوه. واللي فعلا بيجري الحراس يدوروا على إيميليس جوه الغابة، ومش بيسيبوا اي حتة فيها عشان يلحقوه قبل ما يهرب، لحد ما بيلاقيه واحد من الحراس وبيهاجم إيميليس، لكن هو بيكون اذكى منه وبيطلع من هدومه خنجر وبيقطع بيه مناخير الحارس وبيعمله إصابة خطيرة جدا. ولما بيرجع إيميليس على المملكة بتاعته بيكتشف ان عمه موت كل حراس المملكة اللي كانوا بيشتغلوا مع ابوه، وبيحاول يتخفى إيميليس لانه بيشوف عمه شايل امه جادرين وبيعذبها، ومش بيلاقي إيميليس طريقة تانية يهرب بيها من المملكة الا انه يركب البحر ويبعد بعيد عنها. وبتمر سنين كتير من الوقت بيتحول فيها إيميليس من طفل صغير لمحارب قوي جدا على ظهر السفينة مع مجموعة من الجنود اللي بتهجم على قلعة من القلاع وبتحاول تموت كل الموجودين فيها. وبينجح إيميليس بمساعدة الجنود اللي معاه انهم يقتلوا كل الموجودين في القلعة بعنف وكل وحشية، لدرجة ان قائد الجنود بيكون مبسوط من إيميليس وبيقول له انت اشطر مجند عندي في وسط كل الجنود، والكلام ده بيعجب إيميليس جدا. لكن في نفس الوقت بيكون متضايق من التصرفات الوحشية اللي بيعملها الجنود في اهل المملكة، وده عشان بيجمعوا الرجالة والستات الكبار في السن وبيحرقوهم في مكان كبير جوه المملكة، وبياخدوا منهم الأطفال الصغيرين بالعافية يضربوهم عشان يكونوا جنود بعد كده، وبيموتوا أمهاتهم قدام عينيهم. وبيسمع إيميليس صوت غريب من وراه، وبيكون صوت غريب بيعرف إنه صوت ساحرة، واللي بتقول إنها تعرفه كويس وتعرف تاريخه وكمان عارفة المصيبة اللي حصلت ليه وحصلت لأبوه ألفاندر. وبتقوله ما تنساش إن أنت قررت تنتقم من عمك فيولينر، لكن هو بيقول لها أنا ما بفكرش في الحكاية دي ومش هعمل مشاكل خلاص.
بس بتقوله لازم انت تنتقم منه ولازم توصل لحاجة اسمها السيف المسحور عشان تقدر تخلص المملكة وتقتل عمك فيولينر. وبيكون إملس مش فاهم منها أي حاجة لحد تاني يوم الصبح لما بيلاقي مجموعة من العبيد بيتحضروا عشان رايحين لواحد اسمه فيولينر. وبيعمل إملس انه ما يعرفش الملك ده وبيسأل واحد من الجنود واللي بيقوله ان فيولينر ده ملك قوي جدا وعشان يوصل للحكم قتل اخوه وابن اخوه عشان محدش يكمل في العرش غيره. وبيفتكر إملس انه لازم يكمل زي ما وعد نفسه وبيخطط انه يتنكر في شكل واحد من العبيد وبيختم نفسه بختمهم عشان يبان انه عبد زيهم. وبيجري ورا السفينة اللي طالعة لحد القلعة اللي فيها عمه فيولينير واللي هرب من القلعة الكبيرة اللي كان ابوه بيحكم فيها بعد ما ملك النرويج استولى عليها من فترة كبيرة. ولما بيركب المركب بيتعرف على واحدة اسمها أولجا واللي بتكشفه بسرعة وبتعرف انه مش عبد ولا حاجة وبتقوله خلي بالك لو انت هربان لازم تغير من شكلك عشان محدش يشك فيك. وبتحصل عاصفة كبيرة جدا وأولجا كانت هتغرق جوه المركب لكن بينقذها إملس وبتساعده الساحرة انها تنهي العاصفة وتفكروا باللي حصل بين ابوه وعمه. وبتفكروا كمان انه بيقدر يحب أولجا ويتجوزها. وبينزل على الجزيرة مجموعة من العبيد وهو معاهم وبيكون ممثل شاطر جدا انه يبين انه عبد. ولما بتسأله أولجا انت جاي هنا ليه بيقولها علشان ارجع حقي. بعدها بنشوف فيولينر وابنه فورير وبيكون العبيد وصلوا وبيعجب جدا فيولينر بقوة إملس وبيقرر انه ياخده عبد ليه ومعاه البنت أولجا. وبالليل بيبدأ الشاب إملس الخطة بتاعته انه بيروح لحد مخزن الأسلحة وبياخد خنجر من هناك عشان يقدر يموت بيه عمه فيولينر. وبيتبسط جدا لما بيعرف ان امه لسه عايشة وما ماتتش زي ما كان فاكر ان عمه فيولينر موتها. وبعدها بيمثل انه بيشتغل زي العبيد بالظبط لكن بيقرب من المكان اللي ساكنة فيه امه وبيطمن انها كويسة وبيروح يفرح أولجا وبيقولها ان لقى والدته عايشة. بالليل بيتسحب برضه وبيشوف ديب فبيمشي إملس وراه لانه شاف الديب ده قبل كده في الحلم. وبيوصله الديب لواحد من السحرة كان ابوه يعرفه زمان وبيطلب منه إملس انه يساعده عشان يقدر يوصل للسيف المسحور اللي هيقتل بيه عمه فيولينر. لكن الساحر بيقوله خلي بالك السيف ده من معدن نادر ومش اي حد يقدر يستخدمه لازم يكون عارف هو بيعمل ايه وبيستخدم السيف ازاي. وفي الاخر بيقوله على المكان اللي يقدر يلاقي فيه السيف المسحور وبيروح فعلا المكان اللي فيه السيف وبيلاقيه في ايد تمثال ميت. واول ما بيقرب عشان يسحب السيف من ايده بيتحول التمثال ده لروح شيطانية بتقرر تموت إملس لانه عاوز يسرق السيف المسحور من ايديه. وبتدور معركة شرسة جدا بين الروح الشيطانية صاحبة السيف المسحور وإملس اللي بيكون ذكي جدا وبيقدر يقرب الروح الشيطانية صاحبة السيف من ضوء القمر اللي بيخلص عليه وبيكمل عليها إملس لحد ما بيموته. وبياخد السيف واللي بيرجع بيه على المملكة بتاعت عمه فيولينر بس بيكشفه واحد من الكلاب بتوع عمه وبيقدر إملس بذكاء انه يبعد عنه الكلب والحراسة الموجودين في المكان. وكمان بيشوف أولجا وهي بتتعذب على ايد عمه وبيدفن إملس السيف المسحور عشان محدش ياخد باله منه وبيخطط انه يقتل فورير ابن فولينر وحفيده عشان يفضي الناس من حواليه ويوصل له يموته لوحده في الاخر. وبيقرر فورير ابن فولينر انه يعمل مسابقة لمصارعة العبيد وفي وسط ما في عبد بيتصارع مع إملس الحفيد فولر بيجري يمسك الكورة اللي بيتفرجوا عليها. وقتها العبد ده بيفكر يضرب الحفيد الصغير بس إملس بيضربه لحد ما بيموته وبينقذ الحفيد بسهولة. وبيروح له فورير ابن فولينر وبيقول له انت انقذت ابني ودي كبيرة قوي عندي ولما نرجع للمملكة هتكون انت قائد العبيد مش شغال زيهم وخلاص. وكمان بيقول له تقدر تتجوز اي واحدة من العبيد بتوع المملكة وبيختار فعلا إملس انه يتجوز أولجا اللي كانت معاه على المركب وحبها ووصلوا سوا لحد هنا. وبيموت إملس مجموعة من الحراس بتوع فولير وبيعلقهم بشكل مهين وده بيضايق فورير جدا. وبيجيبوا الساحرة بتاعتهم واللي بتقول لهم ان اللي قتل الحراس دول واحد حابب ينتقم من كل الموجودين في المملكة مش بس الحراس ولا العمال. وبتقرر الساحرة انها تحضر على أولجا عشان تعرف مين السبب او مين اللي قرر يقتل كل الموجودين هنا.
وقتها بيكون فولينر والكلب بتاعه وجادرين أم إيميليس قاعدين في مكان مستنيين اللي هتقول الساحرة، بس بيفكر الكلب بتاع فولينر إنه يعضه، وده بسحر عمله إيميليس، لكن في النهاية بيقرر فولينر إنه يقتل الكلب. ولما بيروح فولينر يشوف الساحرة بيلاقيها مقتولة عشان إيميليس قرر إنه يموت الساحرة وينقذ فولجا من العمل اللي هي بتعمله عليها. مش بس كده، ده كمان بيسلح كل العبيد الموجودين في المملكة عشان يحموه هو وعيلته. وبيروح لحد الجندي اللي قطع له إيميليس مناخيره زمان وهو صغير وبيسحره عشان يضرب كل الحراس اللي قريبين منه ويتسحروا زيه هو كمان. ولما بيدخل الأوضة اللي فيها والدته بيطمنها وبيقول لها أنا ما متش ولسه عايش، لكن بيتصدم من الكلام اللي هي بتقوله لأنها هي اللي طلبت من فولينر إنه يقتل أبوه الملك إلفاندر، وهي اللي طلبت إنها تتجوز عمه بإرادتها، وبتقوله لو أنت عاوز تحكم معايا تعال نموت عمك وابنه وحفيده عشان نمسك الحكم. وعلى فكرة أبوك أصلا ما كانش بيحبني، عشان كده أنا اللي خليت عمك يموته ويموتك ويتجوزني. وبيكون إيميليس مصدوم من كل الكلام اللي بتقوله أمه بعد ما كان فاكر إن هي فرحانة برجوعه. وبيكمل تنفيذ الخطة إنه بيقتل ابن فولينر وبيروح يقول لأولجا عن كل اللي بينه وبين أمه، وإن هي اللي كانت ورا كل المصايب دي وحرضت عمه إنه يقتله هو وأبوه، وإنه لازم يهرب بعيد وهي تفضل مكانها عشان مفيش أي حد يشك فيها، وده لحد ما يقدر إيميليس إنه يكمل تنفيذ الخطة بنجاح. تاني يوم بيعرف فيولينر إن ابنه اتقتل وبيكون زعلان للخبر ده، لكن جادرين أم إيميليس بتقول لفولينر إن ابنها عايش وهو اللي قتل ابنه، وبيتعصب جدا فولينر لما بيسمع الكلام ده من جادرين، فبيموت كل العبيد اللي عنده لحد ما بيوصل لأولجا مرات إيميليس. وقتها بيظهر إيميليس وبيكلمه وبيقول له محدش يقرب منها، وبتدور معركة بين إيميليس وبين الحراس بتوع عمه لحد ما بتقدر أولجا إنها تهرب وبتبعد عنهم، وبيقبض عليه الحراس وبيقرر عمه إنه يعذبه عذاب شديد جدا، وده انتقاما منه على كل اللي حصل، وإن إيميليس موت ابنه. ولما بيمشي عمه الغربان بتاكل الحبل المربوط بيه إيميليس وبيهرب بأعجوبة. ولما بيهرب بيروح لمراته وبيفهمها إنهم لازم يمشوا من هنا، وفعلا بيروح ناحية مركب كانت مستنية ابن عمه اللي هو قتله عشان تنقله من هنا. وبيضحك إيميليس على صاحب المركب وبيقول له إن هو ابن فولينر مش إيميليس ابن أخوه. وبيعرف من أولجا إنها حامل، لكن بيقلق في نفس الوقت لأن فولينر مش هيسيبه ولا هيسيب مراته وابنه إلا لما يموتهم. وبيقرر إنه يسيب أولجا على ظهر المركب وبينط في البحر مرة تانية، وده عشان يرجع الجزيرة يموت عمه فولينر. في نفس الوقت بيكون البركان اللي موجود في الجزيرة بدأ يثور، وبيدخل إيميليس يموت كل الحراس اللي حوالين المملكة بتاعت فولينر لحد ما بيوصل الأوضة اللي هو فيها وبيلاقي أمه جادرين، وبيدور بينهم حوار ومعركة كبيرة بتحاول فيها إنها تموته، لكن هو بيضربها بالسيف وبيموتها وبيموت حفيد فولينر اللي لما بيدخل بيشوف المنظر المرعب ده بيقول لإيميليس إنه لازم يقابله عند الجبل البركاني عشان ياخد حقه منه. وبيروح هناك فعلا بعد ما كل العبيد اتحررت وحرقت البيوت بتاعتها وهربت من المملكة. وبيشوف إيميليس عند الجبل البركاني أمه وحفيد فيولينر، وبيتضايق جدا إنه قتل أمه من غير ما يقصد، وبتدور بينه وبين فيولينر معركة شرسة جدا بيحاول فيها كل واحد منهم إنه يموت التاني. وبيتصاب إيميليس إصابة كبيرة من المعركة اللي بينه وبين عمه، واللي مش مصدق إن إيميليس لسه عايش ويقدر يهدد العرش والمملكة، وكمان موت ابنه وحفيده وهرب العبيد الموجودين على الجزيرة. لكن بيقدر إيميليس إنه يقطع رقبة عمه فيولينر ويجيب حق أبوه إليفاندر. وبيتخيل أولجا مراته وهي جايبة ولاده وبتقوله إنهم في أمان ولازم يموتوا وهو مرتاح، وفعلا بيموت إيميليس وهو مرتاح عشان جاب حق أبوه الغراب من عمه فولينر. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت أفلام.